في واحدة من أقوى لحظات برنامج ذا فويس ظهرت المتسابقة رودينا بنت صغيرة في السن، لكن أول ما وقفت على المسرح كان باين إن فيها حاجة مختلفة، حضور وثقة وصوت مش شبه أي حد. أول ما بدأت تغني أغنية يا لعبة الأيام للفنان رامي صبري كان واضح إننا قدام صوت تقيل، صوت فيه إحساس مش طبيعي، كأنها عايشة كل كلمة بتغنيها. ثواني قليلة بس وبدأت الكراسي تلف. لجنة التحكيم انبهرت وخصوصا داليا مبارك اللي كان واضح على وشها انها مش مصدقة اللي بتسمعه. اما رامي صبري فكان مركز جدا وعينيه فيها اعجاب واضح بالصوت والاداء. رودينا كانت بتغني بكل احساس وبتتحكم في طبقات صوتها بشكل خلى الكل يسكت ويركز. الجمهور كمان كان متفاعل بشكل كبير والتصفيق كان بيزيد مع كل مقطع، ولما خلصت المسرح كله انفجر تصفيق. بدأت لحظة الاختيار، اللحظة اللي دايما بتكون الأصعب. كان كل مدرب حاول يقنع رودينا تنضم لفريقه وكل واحد كان شايف فيها مشروع نجمة كبيرة. داليا مبارك حاولت تكسبها بكلامها وتشجيعها وقالت لها إن صوتها مختلف وإنها شايفة فيها حاجة مميزة جدا. لكن المفاجأة الحقيقية حصلت من رامي صبري. رامي قرر يستخدم أقوى سلاح عنده، السوبر بلوك. لحظة صدمة على المسرح، داليا اتفاجئت والجمهور اتصدم لأن السوبر بلوك معناه إن رامي بيمنع داليا تماما من إنها تاخد رودينا لفريقها. الموقف كان مليان توتر وحماس، داليا ابتسمت بس كان واضح إنها كان نفسها تكون رودينا معاها، لكن رامي كان مصر جدا وكان شايف إن الصوت ده لازم يكون في فريقه هو. وجه اللحظة الحاسمة، رودينا وقفت تفكر وبعدين قالت القرار اللي قلب الموازين، اختارت رامي صبري. المسرح كله انفجر تصفيق من جديد ورامي كان في قمة سعادته لأنه قدر يخطف واحدة من أقوى الأصوات في الموسم. أما داليا فابتسمت بروح رياضية وباركت لها وقالت إنها واثقة إن رودينا ليها مستقبل كبير. رودينا من اللحظة دي بقت واحدة من أبرز المنافسين، ومش بس بسبب صوتها لكن كمان بسبب ثقتها وحضورها اللي خطف قلوب الناس من أول ظهور. والسؤال اللي بقى في دماغ كل الجمهور، هل رودينا هتقدر تكمل بنفس القوة وتوصل للنهائي ولا المفاجآت لسه جاية؟